إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم والصفعة الكبيرة المدوية ضد حضيرة الجزائر، مملكة كمبوديا أحد أهم الدول جنوب شرق آسيا تعترف اليوم بمغربية الصحراء. نعم متابعينا الكرام، كمبوديا الدولة الجارة لفيتنام والتي في السابق هي الأخرى كانت تعترف بمرتزقة البوليزاريو، وقامت فيما بعد بسحب اعترافها بمرتزقة البوليزاريو، اليوم تعترف بمغربية الصحراء. ووزير خارجيتها أثناء لقائه بناصر بوريطة اليوم في المغرب يؤكد الدعم الكامل لسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية. نعم متابعينا الكرام، هذا التحول الكبير في المواقف لا يمكن إلا أن يكون نتيجة للجهود الدبلوماسية الكبيرة، الدبلوماسية المغربية بطبيعة الحال التي تشتغل على القارة الآسيوية بشكل كبير. فحتى يعني فيتنام التي هي جارة لكمبوديا، فيتنام في السابق التي كنا نعلم عنها أنها كانت تقدم دعم كبير جدا لمرتزقة البوليزاريو خصوصا ما بين 75 إلى 91، اليوم حتى هي الأخرى يعني تحسن المواقف ديالها بشكل كبير جدا مع المغرب. العلاقات ما بين المغرب وفيتنام تحسنت بشكل كبير. فيتنام ابتعدت كليا عن لا مرتزقة البوليزاريو ولا نظام حضارة الجزائر لأنها علمت على أن هذه القضية هي قضية خاسرة. لكن خلينا الآن نبقى مع يعني دولة كمبوديا اللي هي جارة أيضا لفيتنام التي اعترفت اليوم بمغربية الصحراء. هذا الدولة المثال ديالها ينطبق على العديد من الدول اللي كانت في السابق تعترف بمرتزقة البوليزاريو لكن سحبت الاعتراف واعترفت بمغربية الصحراء. هي صفعة أخرى متابعينا الكرام لنظام حضارة الجزائر الذي لا يأخذ سوى الصفعات من ملف الصحراء الغربية المغربية، واليوم نوجه الأنظار نحو الصحراء الشرقية المغربية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.